السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ودايما ان شاء الله بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد عن ازاي تعرف تحسب اي مقاس لاي مرتبة. النهاردة بسهولة جدا من غير ما تسأل اي حد. النهاردة معادنا مع موديل كاتاراكت، لكن المرة دي ارتفاع 30 او كما يطلق عليه في الشركة 31 سم. موديل كاتاراكت الحقيقة موديل مميز جدا جدا جدا. موديل الكاتاراكت هو يعتبر من أعلى موديلات السوست المتصلة في شركة يانسن عامة، والأشهر وبالنسبة لي يعني الأكثر تداولا من فترة كبيرة، والأكثر مبيعا برضه من فترة ماضية كبيرة. مكونات المرتبة: سوست متصلة، وطبقة قطن وإسفنج من الوجهين، والقماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات. قماش موديل الكاتاراكت الحقيقة موديل مميز جدا. القماش الخارجية زي القماش اللي حضراتكم شايفينها دي، طبعا قماشة جميلة قوي. وموديل عموما كاتاراكت موديل متقول جدا. اي نعم هو سلسلة متصلة، لكن قمة الاتقان الحقيقة، مرتبة ممتازة جدا، معمولة عشان ينام عليها فردين. عدد السوست فيها بتبقى ازيد شوية من موديلات زي الالماني او الاكسترا جولد او اللي فاتت، عشان ينام عليها اتنين، فقوة التحمل عندها تبقى ازيد شوية. طيب، طبعا قائمة الأسعار الجديدة اللي احنا هنمشي عليها دلوقتي، التي صدرت مؤخرا بتاريخ 3/11/2022، واللي احنا لسه ماشيين عليها لغاية الآن حتى بعد زيادة الأسعار الأخيرة، لكن مفيش زيادة إلى الآن. بطريقة المتر مربع بسهولة جدا حضرتك تقدر تحسب أي مقاس أيا كان، سواء عادي أو خاص، بإن حضرتك بتجيب حاصل ضرب العرض في الطول في سعر المتر مربع العادي للمقاسات العادية، والخاص للمقاسات الخاصة، بيدي حضرتك سعر المرتبة النهائي التقريبي. طيب، ما هي المقاسات العادية وما هي المقاسات الخاصة؟ هنبدأ الأول بالمقاسات العادية ونحسبها، وبعد كده نبدأ بالمقاسات الخاصة ونحسبها. المقاسات العادية المتعارف عليها في شركة يانسن، اللي هي طبعا عرض في طول، اللي بتتحسب بسعر المتر مربع بدون أي زيادة، هي عرض 90 أو متر، 120، 140 أو 150، 160، 170، 180 أو مترين. في الطول المتعارف عليه اللي هو مترين أو 195 أو 190. لكن في تكه كده بسيطه، ان في الاطوال لما بنيجي نكتب او نحسب في الطول في خانه الطول دائما بنكتب مترين. لو المرتبه طولها 195 بكتب مترين، لو 190 بكتب مترين، طبعا لو مترين اكيد هكتب مترين عشان حاصل الضرب مع حضرتك يطلع مظبوط. طيب، هفترض في الفيديو ده وفي الفيديوهات القادمه والماضيه ان احنا دايما مقاس المرتبه اللي عندي اللي انا عايز احسبه للمقاسات العاديه هو مقاس 120 سم، لكن ممكن اي من المقاسات اللي حضرتك تختارها تشيل 120 سم وتحط المقاس اللي حضرتك عايزه، او مقاس المرتبه عندك من المقاسات العاديه. فانا هفترض ان المرتبه اللي انا عايز احسبها لموديل كاتاراكت 30 سم مقاس 120 سم. فاعمل ايه؟ هحط في خانه العرض، اجيب حاصل ضرب العرض اللي هو 120 سم في حالتي طبعا، في الطول اللي زي ما قلنا هنكتب مترين، لو كان 190 او 195 او مترين هكتب دايما مترين في خانه العرض، في سعر المتر مربع هنا العادي، لان طبعا ال 120 سم مقاس عادي، مش مقاس عادي متعارف عليه، هنكتبه بسعر المتر مربع العادي بدون اي زياده، اللي هو في حاله موديل كاتاراكت 31 سم 1780. بسهوله جدا يطلع لحضرتك سعر المرتبه النهائي التقريبي اللي هو 4270. ليه بنقول سعر المرتبه النهائي التقريبي؟ لان ممكن يزيد 10 جنيه الا 10 جنيه، فده تقريبا سعر المتر مربع بتاعه. وبسهوله جدا اي بقى مقاس تاني من المقاسات العاديه اللي احنا شرحناها لحضراتكم قبل كده تقدر تبدل ال 120 وتحسب اي مرتبه تانيه يطلع برده السعر معاك بسهوله. كده يبقى انتهينا من سعر المقاسات العاديه، اي مقاس عادي لموديل كاتاراكت 31 سم. طيب، لو انا عايز احسب بقى اي مقاس خاص مش متعارف عليه لبرضه موديل كاتاراكت 31 سم، ما هي المقاسات الغير خاصه الغير عاديه اللي هي مقاسات خاصه؟ المقاسات الخاصه هي اي من المقاسات مش غير اللي انا وريتها لحضراتكم قبل كده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عرض السرير عندي 165 او مثلا 175 او مثلا 123، كل دي مقاسات خاصه مش متعارف عليها، وبالتالي هنا سعر المتر مربع بيزيد، وده الحاجه الوحيده اللي انا بعملها. هحط في خانه العرض عادي العرض اللي انا عايزه ايا كان بقى 165 او 175 او ايا كان، احط في خانه العرض المترين، وسعر المتر مربع الخاص يطلع سعر المرتبه النهائي. بمعنى ايه؟ ننفذ ان انا هفترض ان انا عرض المرتبه عندي 165 وعايز احسبها. هفترض مع بعض ان انا مقاس المرتبه عندي 165 سم. عرض المرتبه لو عندي المقاس الخاص عندي 165 سم لموديل كاتاراكت 31 سم، احسبه ازاي؟ ده هيبقى مقاس خاص، فهحط في خانه العرض
165. في الطول اللي هو مترين. في سعر المتر مربع هنا المخصوص مش العادي اللي هو عندنا 1955، يديني بسهوله سعر المرتبه النهائي بدون متعب ولا اي حاجه. طبعا اقدر اختار من المقاسات الخاصه زي ما انا عايز بقى، اي مقاس خاص اي مرتبه، وبالتالي بسهوله برضو اقدر اطلع المرتبه. كده يبقى انتهينا من سعر المقاسات الخاصه لموديل كاتاراكت 31 سم. لو في طبعا مرتبه فارما او مرتبه دائره، كل ده بيتحسب بطريقه ثانيه وبسعر مختلف، وبالتالي هنترك لحضراتكم ارقام للتواصل و ايضا على صفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب. ونرجو دائما من حضراتكم ان انتم تعملوا لنا سبسكرايب وفولو على صفحاتنا، لان معظم الناس اللي بتشوفنا مش عامله لنا لا فولو ولا سبسكرايب على اليوتيوب، وبالتالي ده بيساعدنا وبيدينا دفعه للامام. ان شاء الله هنسيبه من حضراتكم بعد انتهاء الفيديو. يا ريت تعملوا لنا لايك وفولو وسبسكرايب. شكرا لحضراتكم، نراكم في الفيديو القادم. السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسم بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسم دمياط. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.